سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا بخير على خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم لي طاغط كيجيو زويونين، والا تبعتوا هذا الفيديو هذا راه يوليو معتمدا عندكم، يعني ساهلين اقتصاديين وكيعطيو كميه كثيره. بسم الله توكلت على الله. نبدا معكم الفيديو ديالي. في هذا المول هذا درت واحد نص كيلو ديال الطحين، نص كيلو ديال الطحين الرطب ديال الحلويات، ودرت معاه بواطه ديال الزبده. هاد البواطه فيها رابعه، فيها 250 غرام رابعه ديال الزبده، وغندير معاها واحد 2 معالق ديال السنيده، 2 معالق ديال الزيت، واحد رشيشه ديال الملحه. البيض حتى كنبسبس هاد العجينه ديالي، كنبسبسها مع الزبده، عاد كنزيد هذيك البيضه كنجمعها بها. المهم راه انا كنشرح لكم، كنشرح الفيديو مزيان، وملي عاد ديروهم راه ينجحوا معاكم. انا كنتمنىكم ديروهم. دابا كنبسبس الطحين ديالي مزيان، كندخل فيه هذيك الزبده هكا كنبسبسها، ماشي كنعجن، غير كنبسبسو هذاك الطحين مع ديك الزبده حتى كيطرملوا. الزبده والطحين كيطرملوا مع بعضياتهم. عاد كنزيد هذيك البيضه، وإلا ما تجمعات لياش العجينه بالبيضه كنعمر واحد البيضه ديال الماء، نص بيضه ديال الماء كنعمرها بالماء. قلت لكم نص بيضه د الماء نص بيضه خاويه كنعمرها بالماء، وكنديرها في العجينه ديالي، كنجمع بها العجينه هي، ولو كتكون قاصحه حيت معجونه غير بالزبده، يعني راهم كيجيو رطيطبين وفتيين وكيجيو مقرمشين. انا خليت الفيديو هكايا ثقيل باش نوضح على خاطري وتشوفوا الطريقه، تشوفوها على خاطركم. دابا هاد البيضه هي اللي غنجمع بها الطحين، هي اللي غنجمع بها العجين ديالي. المهم الا بغيتو تنكهوهم بشي منكهات نكهوهم، انا هذه هي العجينه ديالي المعتمده عندي. دابا نزيد معكم هذاك نص بيضه ديال الماء اللي قلت لكم، هي هذه غنزيدها صافي. هذا هو الماء اللي غنزيد صافي، وكنجمعها وكنخليها واحد 5 دقائق ترتاح بيد ما وجدت المولات ديالي، وعاد كنبدا نطلق فيها. دابا كنرش سطح العمل بالطحين، وكنبدا كنطلق في العجينه، كنبدا كنطلق فيها بالدلاك، ما كتكونش رقيقه وما كتكونش غليظه، كتكون شويه ماشي غليظه وماشي رقيقه، يعني راه كنبقى كنطلق فيها باش ما كيجيوناش هذوك لي طاغط كيجيونا هكايا، كيجيونا غلاط. المهم انا فرشت لها ميكا باش هكايا ناخذ راحتي، ما تبقاش ما تلصق لياش ملي نبغي نديرها في المولات. دابا غنطلقها مزيان بالدلاك، عاد نبدا نديرها في هكايا في المول. وكان هاد الخدمه ديالها بحال الشكل ديال لي كيش، يعني نتوما كتشوفوا، يعني راها ماشي غليظه وماشي رقيقه. دابا كنبدا كندير فيها المولات بحال الشكل الخدمه ديال لي كيش، هذه كتجيني ساهله.
وكنبدا هكا كنقطع مربعات، وكنبدا نديرهم في المولات، وكنضغط عليهم بصبعي باش كياخدوا ليا الفورمه ديال المول. يعني راه كيجيو ساهلين حتى في طيابهم ساهلين، هما سهل من اللي كاينش في الطياب ديالهم، ما كياخدوش الوقت، ما كيتنفخوا ما حتى شي حاجه، كيبقاو الشكل اللي درتي في المول هو هذاك اللي كيبقى. المهم انا راه خليت الفيديو طويل باش هكايا تشوفوا على خاطركم وتشوفوني انا كي كنخدمهم وتخدموهم. حيت هاد لي طاغت هادو لي طاغت الحلوين كيكونوا زايدين شويه في الثمن، الا بغيتي تشريهم كيكونوا زايدين في الثمن. اللهم نديروهم في الدار هكا فيما نبغيوهم فيما نتشهاوهم نديروهم في الدار. دابا كنضغط عليهم كنحيد هذاك العجينه الزائده، صافي كتبقى ليا غير العجينه اللي في المول، وما راهم ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه، عجينتهم واعره تبارك الله، كتجي ساهله ما كتعذبش. بالنسبه لهاد العجينه هاد العجينه هادي اللي كنحيدو من الجوانب، حتى هي كنجمعوها ماشي كنعجنوها، غير كنجمعوها هكايا بيدينا وكنوليو نطلقوها، كنوليو حتى هي ما كنضيعوهاش، كنوليو نطلقوها ونوليو نديروها في المولات. صافي ما كتبقى ليناش العجينه، كتبقى العجينه اللي شاطت كنولي نطلقها بالدلاك حيت العجينه يعني رطبه. كندخلهم نطيبهم هانتوما كتشوفوا يعني راهم ساهلين، ما كي ما كيشدولناش الوقت كتير. بالنسبه للكريمه اللي غنعمر بها، درت واحد 2 معالق ديال النشا، غنزيد عليهم واحد 2 معالق ديال سنيده، غندير واحد الفانيا وواحد نص يطرو ديال الحليب. المهم نص يطرو ما نديروش كامل، تنحرك هاد مايزينا ديالنا هاد النشا مزيان مع الحليب مع سنيده مع الفاني، عاد كنزيد الحليب الاخر باش ما كتكورش لينا. دابا سنيده انا درتها، وغنزيد دابا الحليب وغنديرها طيب فوق البوطه. وقبل ما نديرها طيب غنطرب واحد 2 بيضات مزيان، غنطربهم غير هكايا بفرشيطه في الزلافه، غنطربهم مزيان ونزيدهم على الخليط اللي درت، وغنطربهم تاني في الكسرونه مزيان، عاد نزيدهم نديرهم فوق البوطه يطيبوا، وانا كنحرك هما فوق البوطه وانا كنحرك. دابا زدت هذاك الحليب اللي خليت وغنديرو فوق البوطه. المهم التحراك ما كنحبسش منه حتى كتعقد ليا الكريمه ديالنا. انا كنحرك وهو كيطيب، انا كنحرك وهو كيطيب حتى كتعقد باش ما كتجيناش مكوره ولا كتعجل لينا. دابا هانتوما كتشوفوا يعني بعد ما عقدت الكريمه ديالنا حيدتها من فوق البوطه، وانايا خديت واحد الكريمه السائله فيها 200 غرام، واحد العلبه ديال الكريمه السائله فيها 200 غرام، وزدت عليها 2 معالق ديال سنيده ودرتهم طربتهم في المولينيكس. هانتوما كتشوفوا طربتهم في المولينيكس، ما درتش الخلاط الكهربائي، طربتها غير في المولينيكس وزدتها على هاد الكريمه هادي.
زدتها على هاد الكريمة هادي وغنعمر بها دابا يا لي طاغط ديالنا. يعني راهم ساهلين وديروهم هكايا في هاد رمضان هذا ملي يتشهاوهم وليداتكم، علاش لا نديروهم ليهم. المهم انا مع الزربه ومع التصوير رانا كنعمر غير بالمعلقه، كنهز غير بالمعلقه ونعمر فيهم. وبالنسبه للتزيين يمكن لكم تزينوا باللي عندكم في الدار، ماشي بالضروره نكلفوا على راسنا ونخرجوا نشريو الكيوي ونشريو الفواكه الغاليه. باللي كاين انا زوقت باللي كان عندي في الدار، اللي كان عندي موجود درته. هانتوما كتشوفوا يعني كل وحده وباش زوقتها، قطعة البنان، قطعة التفاح، قطعة الفريز، كل وحده وشنو درت فيها. يعني راهم جاو ما شاء الله والمذاق ديالهم جا خطير. يعني راه حنا الا خدمنا عقلنا راه من شويه نديرو بزاف. بالنسبه لواحد التحليه غنشاركها معاكم، معتمده عندي في هاد رمضان، وقلت علاش لا ما نصورهاش معاكم، راه كتجي واعره، كتجي خطيره ما تشبعوش منها. فيها يطرو ديال الحليب، فيها واحد 2 معالق ديال ما زهر، حتى نص كاس، انا كندير نص كاس. وفيها الزبيب، وفيها 3 المعالق ديال مايزينا اللي هي النشا. هادشي هو اللي فيها. وسنيده كديروا على حسب الذوق. انا كندير 2 معالق حتى 3 المعالق ديال سنيده في يطرد الحليب. المهم دابا درت يطرد الحليب، درت معاه 3 معالق ديال مايزينا، درت معاه 2 معالق ديال سنيده على حسب الذوق. وعندير معاه واحد نص كاس ديال ما زهر، وتا يقرب يعقد ليا الخليط عاد غنلوح فيه الزبيب. المهم ودابا هنايا انا كيعجبني ما زهر معاه كندير نص كاس. وبالنسبه هكايا اللي بغى يدير 2 معالق يدير 2 معالق، هو كتجي فيه هذيك النكهه د المزهر كتجي فيه زوينه. المهم كنديرو على البوطه وكنبقى كنحرك حتى هو ما كنحبش من التحريك. مره كنحرك حتى كتعقد ليا التحليه ديالنا. يعني هاد التحليه كتجي رائعه، واللي كيحمقني فيها هو انت كتاكليها وهذيك الريحه د المزهر كطلع معاك. دابا هي بدات كتعقد لينا، ما كنحيدوها على البوطه حتى كتعقد مزيان. دابا راه انا لحت فيها الزبيب، وباقا كنحرك حتى كتعقد كتولي هذاك الشكل اللي بغيت انا. وبالنسبه لهاد التحليه هادي اللي بغى يدير كتر من يطرو ديال الحليب راه كتحكمي غير في المعالق ديال مايزينا، هما اللي كتحكمي فيهم. بغيتي تجيها تجي ثقيله بزاف كاع، راه كديري لها كتزيدي في مايزينا، كتزيدي هكا معلقه 2 معالق. الا بغيتيها تجيك يعني كتخلي لها الوقت اللي هي كتزيد تعقاد على خاطرها، راه كديري غير القياس، كديري طرود الحليب فيه 3 المعالق ديال المايزينا. دابا هي عقادت معانا وكتزيد تعقاد ما حدها تبرد، كديريها في الثلاجه تبرد وهي كتزيد تعقاد كتولي بحال الفلو. المهم دابا قطعت التمر وعندنا نديرو في الكيسان، عاد نكب عليه التحليه ديالنا. يعني هاد التحليه هادي لك الاختيار، يعني حتى هي كتبدعي فيها، باش ما بغيتي تزوقيها كتزوقيها.
يعني دابا غنديرها في الكيسان وغندخلها للثلاجة تشد راسها. هادي أنا كل نهار كنديرها كتعجبني، مُعتمدة عندي في رمضان. باقا ما دخّلتهاش للثلاجة وراها شدات راسها غير في الكيسان. المهم دابا كنت دخّلتها لا باقا كنت دخّلتها للثلاجة شدات راسها، بعد ما شدات راسها في الثلاجة صافي يعني تجمعات، كنطحن شوية ديال اللوز محمّر وكنديرو هكايا كنزيّن به الكيسان ديالي. يعني هاد التحلية راه درتها مزروبة قربات المغرب تأذن وأنا يلاه كندير فيها، يعني ما خضيتش وقتي باش نصورها ونزوقها مزيان وهاد الشي. هذا البطبوط ديالي ديال الزرع ما شاركتوش معاكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله ونشاركو معاكم حتى هو كيجي رائع. كان هذا هو الفيديو ديالي معاكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.